السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نعرض عليكم غرائب بعض الملكات عبر التاريخ. بعض النساء حول العالم يمتلكن سلوكيات وطبائع قد تكون غريبة وعجيبة، وقد يندهش منها كل من يعرفها، وربما توصف بالجنون لغرابة الأفعال، وخاصة إذا كانت المرأة مشهورة، فإن أفعالها تصبح ملفتة بشكل أكبر لأن شهرتها تضعها تحت أنظار الجميع. أولا، سر الثوم. الملكة كليوباترا، وكانت ملكة مصر في العصور قبل الميلاد. من أسرارها في الأكل كانت إذا أرادت فتح شهيتها فتقوم بإحضار قطعة من الشمام، تقوم بتنبيتها وبالثوم ثم تأكلها. وبعد حصولها على عرش مصر تزوجت من شقيقها الأصغر بطليموس الثالث عشر، وهذا بعد وصية والدها. ثم بعدها تزوجت زعيمين من أشهر زعماء أوروبا، وهما يوليوس قيصر وهذا عام 407، ومارك أنطونيو عام 401. الملكة العذراء هي ملكة إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا التي حصلت على العرش وهي عذراء في سن 25، وظلت في الحكم مدة وصلت إلى 45 سنة، وأعطت كل حياتها لبلدها، وحتى أنها لم تتزوج بعد، وكرهت الرجال والزواج لدرجة أنها قالت: أفضل لي أن أكون متزوجة وأنا لست متزوجة على أن أكون ملكة متزوجة. جوارب الحرير. الملكة مارغريت هي زوجة فيليب الثاني وملكة النمسا، كانت تمتلك ساقين نحيفتين، فقد أتيا لها أصحاب الجوارب الحريرية بهدية من الجوارب المصنوعة من الحرير، لكنها رفضتها وبوبختهم بشدة، وغضبوا منها جدا على رفضها ويوبخها لهم، لكنهم بعدما عرفوا السبب زال هذا الغضب. ملكة من القبر. إنزي كاستور هي زوجة ملك البرتغال بيدرا الأولى، حكمت البلاد بعد موتها ثم قتلتها، وهو حصول زوجها على حكم البلاد قام بإخراج جثتها من القبر وبعدها على نصب، ثم قال للشعب: هي ملكة البلاد. قيصرة روسيا تأمر عليها أحد الأمراء، فقامت بالحكم عليهم بأن يفعل مثل الدجاجة تماما،